السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، تعود عليكم الايام بخير. النهاردة هنعمل مع بعض اكلة شعبية جميلة جدا بيعشقها كل الشرقيين. هنعمل الفشة المقلية بطريقة بسيطة وجميلة، بإذن الله تجربوها وتعجبكم. هنجيب طبعا الفشة بتاعتنا بتكون سليمة من عند الجزار، ما بنخليش الجزار يقطعها. بنبدأ بقى نغسلها بخل وليمون وملح ونسيبهم لمدة 10 دقايق. بعد كده نشطفهم شطفة كويسة بالمية، ونبدأ بقى نقطعها التقطيعة اللي احنا حابينها، سواء مكعبات او شرايح رفيعة، علشان نسويها التسوية اللي احنا حابينها. طبعا قبل ما بنسويها ونعمل فيها اي طريقة احنا عايزين نسويها، بنحطها في طاسة على النار لمدة 10 دقايق، ونقلبها من وقت للتاني. بتكون النار متوسطة علشان تنزل المية الموجودة اللي فيها، عشان نطرد اي زفارة، على الرغم ان احنا غسلينها غسلة كويسة. في ناس بتسويها نص تسوية، نص سلقة كده، بعد كده بتفضي المية بتاعتها وتبدأ تتعامل بيها. بس انا يعني صراحة بفضل ان انا اعملها بالطريقة دي. بحطها على النار مدة 10 دقايق على نار متوسطة، واقلبها من وقت للتاني علشان تنزل المية اللي موجودة فيها كلها قبل ما ابدأ اسويها. وناخد بالنا ان احنا منطولهاش على النار علشان ما تشربش المية اللي هي نزلتها. المقصود من الخطوة دي ان احنا بنخليها تنزل ميتها كلها علشان نصفي المية اللي هي نزلتها. لو حابين ان انتوا يعني تسلقوها مدة 10 دقايق، يعني بتغلي 10 دقايق كده على النار في مية مغلية، وتشطفوها برضو بالمية حسب رغبتكم. زي ما احنا شايفين معانا نزلت مية لونها طبعا مش محبوب ان احنا اصلا نسويها بيها. بنصفي المية دي كويس، بعد كده بنشطفها شطفة كويسة كذا مرة بمية نظيفة، لحد ما نتأكد ان المية اللي نازلة منها بقت مفيهاش اي شوائب ولا فيها اي لون من اللي نزل منها ده. يعني احنا ما بنستكفيش ان احنا بنفضي المية اللي نزلت منها، لا ده احنا كمان بنشطفها شطفة كويسة لحد ما يبقاش فيه اي لون ولا اي شوائب في المية اللي احنا بنشطفها بيها، على نتأكد ان ما عادش فيها اي حاجة من اللي هي نزلتها. طبعا كده احنا اطمنا ان هي بقت نظيفة، ما بقاش فيها ان شاء الله اي ريحة زفارة ولا فيها اي حاجة. بنبدأ بقى نجيب الطاسة بتاعتنا وننزل ب5 معالق من الزيت، او نستبدله بسمنة نباتي حسب الرغبة. بننزل بحبتين من البصل متوسطين تقطيع جوانح. بنشوح البصل كده مدة دقيقتين مش اكتر، احنا مش هنحمر البصل، احنا هندبله بس الريحة تبدأ تطلع معانا. بعد كده هننزل بنص معلقة من الثوم المفروم، وهنبدأ نقلب دقيقتين بس ريحة الثوم والبصل يطلعوا. طبعا البصل بيستوي معايا وبيدوب اصلا مبقاش موجود في الاخر، يعني تقطيعة كبيرة او صغيرة مش هتفرق. هننزل بمعلقة صغيرة من الكمون، معلقة فلفل اسمر. هنقلب بقى تقريبا لحد بس ما ريحة الثوم والبصل والكمون والفلفل يظهروا معانا كده، يعني دقيقة والتانية مش كتير. هنبدأ بقى نجيب الفشة بتاعتنا، طبعا بعد ما شطفناها وعملنا الخطوة الأولى بننزل بيها على البصل والثوم ونقلبها تقليبة كده بس المكونات تختلط ببعضها. هننزل بقى بمعلقة صغيرة من الملح، واهم حاجة ان احنا نحكم الغطا بتاع الصينية بتاعتنا علشان نحتفظ بالبخار وما نحتاجش مية علشان تستوي. طبعا كمية البصل بتبقى كمية كويسة فبتنزل مية، فبإذن الله مش هتحتاجي مية للتسوية، فبنحكم الغطا كويس علشان ما نحتاجش مية. ولو احتاجت مية وحسيت ان هي فيها سنة، بنشكشك لها مية من وقت للتاني. هي كده خلاص يعتبر استوت. بنبدأ بقى ننزل عليها بالفلفل الألوان في آخر مرحلة، يعني احنا عايزين الفلفل بتاعنا يكون
ظاهر معانا كلون كقطع زي ما هو، فبننزل بالفلفل بعد ما بتستوي بقى، يعني اخر 5 دقايق كده، عشان نحتفظ بلون الفلفل بتاعنا وبشكله، بيبقى زي الفريش كده. هنقلب بقى الفلفل الالوان على الفشه بتاعتنا، طبعا ملاحظين ان اصلا ما عادش فاضل اثر للبصل، بقت حاجه معدومه جدا. معانا كمان قرن فلفل حامي، ده حسب الرغبه. لو انتوا بتحبوا الاكل مشطشط ممكن تحطوا قرن 2، حسب بقى رغبتكم. لو يعني عايزينها تبقى يدوبك تحنيطه خفيفه كده فبتستكفي بقرن واحد. لو ما بتحبوش الحامي خالص بلاش. هنقلبه بقى تقليبه يدوبك، بنسيبها 5 دقايق بس كده، عشان يعني الفلفل يتدبل معانا شويه وياخدوا من النكهه مع بعضها. طبعا بنشفها خالص، مبقاش فيها اي ميه. ما بتاخدش معايا 5 دقايق بعد ما بحط الفلفل بتاعي. طبعا احنا حاطين التوابل والملح في الاول، فان شاء الله مستويه وجميله جدا. بنقدمها بقى مع اي حاجه احنا حابينها. طبعا الاساسي بتاعها بيبقى عيش طحينه، شيبسي مخلل، بطاطس محمره، برضو تحطوها جنب الرز. اتمنى الفكره تعجبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم باذن الله. مكملين مع بعض في وصفات بسيطه وسهله، ونتقابلوا على خير في وصفه جديده، والسلام عليكم.